ربع كيلو من البنجر، غسلته وقشرته وحطيت عليه كوبايه من الميه، وهنحطه على البوتاجاز ياخد غلوتين. احنا مش هنحط اي الوان من بره، احنا هنحط الوان طبيعيه وفي نفس الوقت تكون مغذيه وبتكون الماده الحافظه بتاعتنا. الطماطم اول باول كل اللي هخلطها وهصفيها الكميه كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بطرمانات الصلصه اللي بتقعد بره التلاجة. يلا تابعونا وحطوا لايك والاشتراك. اهو يا بنات اول شفشق معايا. عقبال ما اصفي الطماطم اللي في المصفى ارجع اعمل الشفشق التاني، بحيث ان احنا نريح الخلاط علشان ايه الكميه كتير يعني ما شاء الله. البنجر بعد ما اتسلق هاخد منه كده معلقه واحطها فوق الطماطم عشان واحنا بنصفي الطماطم برده البنجر يتصفى. شايفين بقى فرق اللون من اول شفشق لتاني شفشق؟ ما شاء الله اللون عامل ازاي. خلاص كده خلصنا الصلصه وسبتها لما تبرد. جهزت البطرمانات. البطرمان بكون غسلاها كويس وبدخلها الفرن لمده ربع ساعه علشان اعقمها اهي، وسبتها لما تبرد. هبتدي ان انا اعبي بطرمانات الصلصه كلها، كل الصلصه الموجوده دي هعبيها في البطرمانات. الخطوه اللي بعدها هامله نص حله ميه نفس الحله وهحطهم ياخدوا غلوتين. شايفين بقى يا بنات الخطوه دي مهمه جدا علشان بنعقم بطرمانات الصلصه. هسيبها كده 5 دقايق تغلي كده مع نفسها، وبعد كده هنقص الميه شويه شويه وهسحب البطرمانات دي واسيبها على الرخامه لحد الصبح ان شاء الله. واول ما تبرد هحطها في الرف بتاع التلاجة، بتقعد معاكي لمده سنه. وبرده هوريكم الخطوه دي، بس بجد بتوفر معايا يعني مكان كبير في الفريزر، بدل ما تعملي اكياس وتحطيها في الفريزر لا كده بصراحه اوفر بكتير، والبطرمانات بتكون جاهزه معاكي. وكمان انا عاملاها على القناه وبنات كتير سالتني قالت لي طيب هي البطرمانات لا قدر الله مش هتفرقع في الحله ولا حاجه؟ لا ما تقلقوش من الخطوه دي وعلى ضمانتي. الطريقه دي كده احنا بنعقم البطرمانات وفي نفس الوقت الحاجه بتقعد معاكي مده اطول، لان الحاجه انا عاملاها عملي كده معاكي اهو. خلاص كده البطرمانات فضيت الميه السخنه وهسيبهم يبردوا شويه شويه. ممكن اسحب البطرمان، هسحبهم واحد واحد واحطهم على الرخام. ما تقلقيش ممكن تسحبيها بالقماشه اللي مثلا عشان تبقاش سخنه عليكي. طبعا ما تقلقوش من سمع، هتسمعوا البطرمان كده بيعمل طقه، ده معناها ان البطرمانات بتاعتني اتعقمت كويس، ويعتبر ده زي بيقولوا مفتاح الامان. يعني اول ما تلاقي البطرمان كده بدا ينتفخ معاكي سنه صغيره، ولما يبتدي يبرد بيعمل كده ايه فرقعه بسيطه كل بطرمان. شايفين بقى بطرمانات الصلصه ما شاء الله. ده كده بعد ما بردت هحطها في التلاجة. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي وفعلي الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.